أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. منذ ظهور هذا الإبداع المسمى بالموسيقى وهي تؤدي مهام متنوعة مثل تهدئة النفس البشرية والترويح عنها والسمو بالمشاعر الإنسانية وتعلم لغة عالمية ليست عصية على الفهم، ومع التطور ومرور أعوام عليها أصبحت الموسيقى سمة من سمات المجتمع، حمامة توصل رسالة سلام، وغصن زيتون منقوش على وريقاته الخضراء إبداع، وكذلك تحمل آلاتها الموسيقية وألوانها المختلفة ونوتاتها هوية تميز كل مجتمع عن غيره. ولعل هذا يصبح واضحا عند التعمق قليلا في مفردات كل من الموسيقى العربية والموسيقى الغربية. لقد كانت وما زالت الموسيقى مرآة الشعوب، وهي تلعب دورا أساسيا في تركيب وصياغة الهوية الجمعية. لكل شعب من شعوب العالم تراث موسيقي يتميز به عن غيره من الشعوب الأخرى، وهذا التراث قد تطور وتبلور وفقا لظروف الحياة والتغيرات والتطورات التي مرت بها المنطقة والبيئة الحاضنة لهذا الفن، سواء كان اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية. من المعروف عند الاختصاصيين في علم الموسيقى أنه ومن خلال الدراسة التحليلية لنماذج من تراث موسيقي معين، فإننا وبالإضافة إلى استنتاجاتنا وفهمنا للموسيقى وطريقة صياغتها وقواعد بنائها، لا بد لنا الأخذ بعين الاعتبار السياقات المختلفة التي أحاطت بهذا الفن، مما يساعدنا على تشكيل صورة عامة في أذهاننا للمكان والزمان الذي نما وتطور فيهما هذا التراث. كذا تتحول الموسيقى إلى مرجع مهم في دراسة تاريخ الشعوب. قنديلنا لهذا اليوم فنان رحل عن عالمنا وترك روحه تعوم في كل بيت كردي ليصبح صديقا للصغار والكبار، وكانت وصيته أن تحيا ذكراه في كل ربيع. ربما كان يعلم بأنه سوف يفارق الحياة وهو في ربيع العمر والعطاء، وربما لأنه لم يرى من الربيع سوى الملاحقات الأمنية والفقر المدقع واللامبالاة من قبل الحركات الكردية، فأراد بذلك أن نزين ربيعنا القصير دائما بأغانيه الشجية حتى يتعمق حبنا لرموز الربيع ويزداد إحساسنا بالوطن وبشهر آذار الممتلئ بالأفراح والأحزان المعتقة. يسعد أوقاتكم بكل خير. الحديث عن مبدع ما يتطلب منا جهدا كبيرا، لا يكفي الحديث عن مبدع خلال دقائق معينة، إنه جوانب تغطية هذا المبدع يتطلب ساعات وساعات وربما شهور حتى أنه تستطيع أن تلم بشيء من عطاءات هذا المبدع. مبدعنا لهذا اليوم هو الفنان الراحل الكبير محمد شيخو. محمد شيخو ابن القرية، ابن خجوكي. محمد شيخو كان مميزا بين أقرانه في القرية أيضا، وكان مميزا عند أساتذته، وكان يطلعون إليه ويقولون أن هذا الشخص ليس شخصا عاديا. وفعلا محمد شيخو لم يكن شخصا عاديا كما كل الأطفال. محمد شيخو بدأ العزف على آلة الطنبورة، حيث كان عمه حسين كان يعزف على آلة الطنبورة. صنع تلك الطنبورة بيديه لأنه كان يعمل أيضا في القرية نجارا بدائيا كان يعمل. محمد شيخو انتقل من القرية إلى قرى المجاورة لقريته، وتعرف على الكثير من الأصدقاء، وكان يتنقلون من قرية إلى أخرى، وكان يتردد أيضا إلى قريتنا حيث كان أخي
أيضا كان له آلة طنبورة وكان يعزف عليه وعزفه كان جيدا أيضا. لكن محمد شيخو كان متفوقا على جميع أقرانه في ذاك الوقت. وبالتالي محمد شيخو بدأ الانتقال إلى المدينة لظروف أنه سيدرس يكمل دراسته يعني السابع والثامن إلى آخره. لكن بقي يدرس للصف التاسع إلى الصف التاسع، ولظروف خاص به ولعائلته ترك الدراسة. وبالتالي سمع أنه هناك ببيروت لبنان هناك فرق كردية تهتم بالفن والموسيقيين والفنانين ويقدمون حفلات، فأحب أن ينتقل إلى بيروت. وهناك عمل في فرقتين، الفرقة النوروز التي كان يقودها الفنان الراحل الكبير سعد يوسف، والفرقة الثانية سركوتن التي كان يقودها الأستاذ الله يطول بعمره الأستاذ محمود عزيز. وبدأ يحفظ أغاني تلك الفرقتين ويؤلف أيضا أغاني، أيضا كان يلحن أغاني هناك. فعند عودته من لبنان لم يطول سنة أو سنتين أو أقل من سنتين أعتقد، عاد مرة أخرى إلى مدينته، إلى مسقط رأسه، إلى قريته، وكان يغني تلك الأغاني. منها تلك الأغاني آزاد الشيرين يعني الحرية جميلة. فبدأت الجهات الأمنية تضايقه، لأن الأمن الموجود، الناس بحاجة إلى الحرية، نفس الطيب. فكانت الجهات الأمنية تضايق كثيرا من كلمة حرية. وبالتالي بيش كبن أمثال فرازن نحن يجب أن نتقدم ونبقى أحرارا. هاي الأغنية أيضا كان لها تأثير كبير على المسامع الأمنية، فبدأوا يضايقون على الفنان محمد شيخو. علم محمد شيخو أن الحرية طيبة جدا، وعند مضايقة الأمن علم بأنه إنسان يحب الحرية لوطنه، لذلك كانوا يضايقونه. وأيضا عندما كان يغني نالين تيجوه من الآلام تأتيني إلى أذني وأسمع الأنين، فأيضا الأمن كان يضايقه. علم أنه كردي وبالتالي له حقوق في هذا البلد أو ذاك الأرض، هو كردي وله حقوق وحقوقه مغتصبة. علم ذلك وهو شاب، علم بذلك، فأصبح أكثر التصاقا وحبا للأغاني الوطنية والقومية والثورية. ولد الفنان محمد شيخو في عام 1948 في قرية خجوكي الواقعة جنوب مدينة قامشلي والتابعة لمحافظة الحسكة في سوريا، لعائلة مكونة من 6 أخوة و6 أخوات، حيث كان هو الأخ الأكبر واسمه الحقيقي هو محمد صالح شيخو. كان منذ نعومة أظافره محبا للغناء، وبرزت تلك الموهبة معه منذ الصغر، رغم تحفظ المجتمع والنظر إلى الغناء والطرب على أنه من المحرمات، إلا أنه لاقى التشجيع والدعم من أهله، وخاصة والده الذي كان يغني معه في ليالي الشتاء الطويلة ويطرب من حوله وهو ما زال يانعا وصغيرا. كما كان عمه نجارا ومحبا للموسيقى والأغاني الكردية، حين كان محمد شيخو يعمل آلات العزف من التنك والجالونات البلاستيكية. بعدها قام عمه بتصنيع طنبور حقيقي له وتأثر بها كثيرا، فكانت انعطافة كبرى في مسيرته الفنية.
تلقى تعليمه الابتدائي في القرية والإعدادية في مدينة قامشري. حاز الراحل محمد شيخو على ريشة ذهبية قلم بعد تفوقه على مستوى المدرسة، إضافة إلى تلقيه العلوم الدينية في القرية. في عام 1965 تعرض لمرض في عينيه وأصيب عيناه بالنقص، مما أدى إلى إعفائه من خدمة العلم في سوريا، وبسبب صعوبة الحياة وقساوتها بالإضافة إلى مرضه ترك المدرسة وعاد إلى القرية للعمل بالفلاحة مع أهله. وبسبب عمل عائلته في الزراعة وفلاحة الأراضي تجول في العديد من القرى في المنطقة، وفي حله وترحاله تعرف في قرية خربي كرمة على خليل يزيدي وحسن طوفي وحليم حسو، حيث رافقهم محمد شيخو إلى العديد من الحفلات والأمسيات آنذاك. وتلك الليالي صقلت تجربته الغنائية، وتعلم اللغة الكردية، وقرأ نتاجات كبار الشعراء الكرد وخاصة جقرخين وحفظها عن ظهر قلب. في عام 1970 ذهب إلى بيروت لدراسة الموسيقى. حينها بدأت مرحلة جديدة في كردستان العراق، ولأجل دعم ثورة كردستان العراق قامت لجنة الفن الكردي في لبنان بالتعاون مع فنانين أمثال محمد شيخو، سعيد يوسف، رفعت داري، عز الدين تمو، محمود عزيز شاكر، شيرين برور، ورمضان نجم أومري وغيرهم، بإحياء العديد من الحفلات والأمسيات الغنائية. بعدها أسس مع فرقة سركفتن التي أسسها الشاعر والفنان الراحل كمال شامباز. وفي حفلة صالة سينما ريفولي عام 1970 بحضور رئيس الوزراء اللبناني في ذلك الوقت صائب سلام، قدم ولأول مرة محمد شيخو بعض أغانيه، ومن ثم بث راديو لبنان الرسمي بعض من أغانيه أيضا. ومنذ ذلك الوقت أطلق عليه اسم محمد شيخو، وأصبح عضوا في اتحاد فناني لبنان. تعرف على العديد من الفنانين اللبنانيين الكبار أمثال نصر شمس الدين، فيروز، وديع الصافي، عاصي الرحباني، وسميرة توفيق وغيرهم. هو كردي وله حقوق، وحقوقه مغتصبة، علم ذلك وهو شاب، علم بذلك، فأصبح أكثر التصاقا وحبا للأغاني الوطنية والقومية والثورية، فبدأ يلحن ويغني، ومضايقة الأمن تكثر عليه أكثر وتضايقه أكثر. كان له بعض الأصدقاء نصحوه أن يلتحق بثورة البرزاني الخالد، الأب الروحي للكرد، فذهب إلى كردستان العراق، لكن الثورة كانت انطفأت نتيجة المؤامرات اللي حكت ضد هذه الثورة. القسم الكبير ومن الناس ذهبوا إلى إيران، وقسم منهم سافروا إلى أوروبا. أحب محمد شيخو أن يبقى بين أخوته في مناطق كردية، فبقي في إيران. وهناك أيضا الأمن الإيراني لم يكن مختلفا عن أمن السوري، وأيضا كان يضايقون الفنان محمد شيخو. واعتقد أنه عندما بعث مرة أخرى أغنيته المشهورة أي فلك بوتدنالم، ضايقته الجهات الأمنية أنه نحن لماذا تغني هذه الأغنية وأنتم في أرضنا وفي حمايتنا ونحن نحميكم، فلذا لماذا أنتم بدون أهل وبدون أصدقاء، فنحن أهلكم وأصدقاءكم. لكن صراحة كان مضايقات الأمن الإيرانية كثيرة عليه. صدر في سوريا عفو عام عن السياسيين الذين تركوا البلد لأسباب سياسية ولأسباب أخرى. عاد مرة أخرى الفنان الكبير محمد شيخو إلى بلده، فبدأ يؤلف أغاني ويقدم أغاني، وبالتالي الأمن أيضا كان له بالمرصاد، فأغلق الأمن محله الموسيقي
وبعد حاول كثيرا فتح المحل لكن بدون جدوى، وبالتالي بعد سنتين من إغلاق محله وضع رأسي الأخير على المخدة، وانتهى هذا الفنان برحيل جسدي، وبقي روحه وفنه بين أحبابه وبين من يحبه. من هو الفنان محمد شيخو؟ فنان محمد شيخو هو الصوت الجميل، الصوت الذي لا يشبه أي صوت آخر. صوت محمد شيخو صوت خالد، صوت السماء، صوت الذي يجعلك وأنت في الغربة تشعر بأنك في بلدك بين أهلك، تشعر بحبك والكبير لقوميتك ولبلدك ولغتك. هو أخ وأب وأرض حنونة للشعب الكردي. أعتقد لا يوجد كردي لم يسمع لمحمد شيخو ولم يعرفه كفنان، وبالتالي حتى أخواننا العرب أيضا عندما في جلسات معينة نتحدث عن محمد شيخو بيعرفوا محمد شيخو ويقدمون أغاني محمد شيخو. عند بدء الحرب الأهلية في لبنان عاد إلى سوريا وأسس فرقة فنية في مدينة رميلان، حيث تدخلت الأجهزة الأمنية ومنعت نشاطاتها. في عام 1972 ذهب إلى بغداد لأجل إحياء حفلة فنية، وقام بزيارة القسم الكردي في إذاعة بغداد، ثم أعاد الزيارة إليها مجددا عام 1973 وسجل بعض أغانيه في بغداد، كما بثت إذاعة بغداد القسم الكردي بعضا من أغانيه. وبحسب عدة مصادر فإن الأغاني الأولى التي غناها محمد شيخو كانت تعود إلى الراحل يوسف برازي ببوهار. في عام 1972 ذهب إلى إذاعة راديو بغداد من أجل التسجيل الصوتي، وهناك تعرف على العديد من الشخصيات الكردية مثل محمد عارف وتحسين طه وعيسى برواري وشمال طاهر، ومن الشعراء أيضا تعرف على صبري بوطاني وخلف زيباري، ومكث في بغداد لأكثر من شهر. عندما عاد إلى سوريا اشتهر اسمه وانتشر صوته أكثر، والبعض من أغانيه التي تم تسجيلها في بغداد هي جارك من ديبو قورك وأمان دلو ومن بهستي تونا خشا وآزادو شيرين. بعد زيارته لبغداد اشتهر حينذاك بين كردستان العراق، وقام تلفزيون كركوك بتقديم برامج عنه وبثت أغانيه. في تلك الفترة عقد صداقات عديدة مع فنانين الكرد أمثال شمال صائب وقول بوهار، تحسين طه، محمد عارف جزراوي وعيسى برواري، كذلك العديد من الشعراء والشخصيات المثقفة، وغنى من قصائد الشاعر بدر خان سندي، سكفان عبد الحكيم، خلف زيباري ومصطفى الأتروشي. في نفس العام قام بزيارة كردستان الجنوبية والتقى مع قائد الثورة الكردية الملا مصطفى البرزاني،
وكرمه تقديرا لفنه ووطنيته. وفي عام 1974 عاد إلى سوريا مرة أخرى وسجل أولى نتاجاته الفنية في دمشق باسم قوري، وبسبب مضمون أغانيه الوطنية تعرض للضغط على يد السلطات السورية، مما اضطر إلى الهرب ومغادرة سوريا بعد اتفاقية الجزائر عام 1975 وانكسار الثورة. ذهب البلوشستان الشرقية إيران وأقام في معسكر ربت وأصبح لاجئا، وشكل فرقة فنية من جرحى وشباب المعسكر. زار مدينة مهابات وسجل فيها إحدى أهم أعماله آي فلك، وكذلك كاسيت من مهابات منبع دماء الشهداء. وبسبب مضمون أغانيه السياسية والقومية تدخل السباك الإيراني وطالبه بالكف عن الغناء، وتم نفيه إلى مكان بعيد جدا. بقي محمد شيخو لفترة في مدينة كرج القريبة من طهران، وبعدها نفته الدولة الإيرانية من كرج إلى مدينة قبنكاواس القريبة من بحر قزوين أي بحر الخزر، والتي تبعد 9 ساعات عن مدينة طهران، تقع في غرب إيران، حيث أن وجود الكرد هناك قليل جدا. وككردي عراقي قام بتدريس الموسيقى. في عام 1977 قام بتدريس اللغة العربية، وتعرف هناك على إحدى طالباته اسمها نسرين، تزوج منها في جنبة كاوز، رزق بابن اسمه بيكس لكنه لم يعش. بعدها رزق بابنته فلك، لذلك اشتهر باسم بابي فلك. وبعدها رزق بابنه إبراهيم وبروسك، وتعرف على مصطفى أتروسي في إيران. وكان مصطفى أتروسي مواطنا وشاعرا كرديا من جنوب كردستان، وقد كان يقيم في مدينة إصفهان. غنى محمد شيخو 22 من قصائده، داي داي وقابا أزمرم قلي زنديان. في إيران تعرض لمحاولتي اغتيال، وفي عام 1981 ولأن الدولة الإيرانية ترغب أن يعزف محمد شيخو على البزق، لذلك كانت عائلته دائما ما تقوم بحراسته وتحاول منعه من الخروج كي لا يتم اغتياله. في إيران تعلم اللغة الفارسية وتحصل على دبلوم فيها. صبرا من بيتنا شيرين وقهاي تزفشتم تزحلان ديم تزبردا ما دنياي تزبردا ما دنياي أخويا ما شكراي ريدورا خبرناي جاوي مبريد ماي أخويا ما شكراي أخويا ما شكراي ريدورا خبرناي جاوي مبريد ماي أخويا ما شكراي بقراني تبدر ديدي لزاني نازكونا بقراني تبدر ديدي لزاني تاقر بردا بجاني وهنجتنا راي هنجتنا راي أخويا ما شكراي ريدورا خبرناي جاوي مبريد ماي أخويا ما شكراي أخويا ما شكراي ريدورا خبرناي جاوي مبريد ماي أخويا ما شكراي
خشيك بدرمان زرديك تكره وصان ما خشيك بدرمان زرديك تكره وصان نادي وقت بإيمان تركت ما بلاي تركت ما بلاي. سجل 14 ألبوما موسيقيا، كما سجل 4 أشرطة موسيقية في إيران، ومن بين تلك الأشرطة أشرطة نسرين، كاوا خورتي سريتشيا التي ألفها وكتبها الشاعر خلف زيباري. وبقي محمد شيخو في إيران حتى أواخر عام 1982، وفي 26 من كانون الأول عام 1982 سافر برفقة زوجته وأبنائه إلى دمشق. وفي سوريا سجل شريط بوما فرار الموسيقي، وأغلبية أغانيها كانت من تأليف الشاعر يوسف برازي ببهار. وبين عامي 83 و 86 كان يسجل شريطا موسيقيا في كل عام. وبالمجمل لديه 14 شريط موسيقي، ولكن في بعض المرات كان يغني أغاني فردية لمرة واحدة فقط. وإذا ما تم حساب تلك الأغاني أيضا عندها يمكن القول بأن لديه ما يقارب 20 شريط كاسيت. وفي عام 1984 يعزف شقيقه بهاء ماهو على آلة الكمان ويسجلون شريطا آخر. ذلك الشريط كان أغلبية أغانيه من تأليف وقصائد الشاعر ملا نايف حسو الملقب بسيداي تيريج والشاعر يوسف برازي، وشريطه هذا اشتهر باسم ليلي جواني. غنى على سجن آمد ديار بكر أيضا. غنى محمد شيخو أغنية على سجن آمد ديار بكر من كتابة وتأليف الشاعر يوسف برازي، وكانت القصيدة باسم أمان أمان أزبوما واري خمان. وسجل شريطه الغنائي المسمى بصبري في عام 1985، والذي كان تتألف أغلبية أغانيه من قصائد الشعراء سيداي تيريج، يوسف برازي، عمر لالي، طه خليل وغيرهم. تقول نسرين زوجة الراحل محمد شيخو في الذكرى 19 لرحيله: رافقت الراحل في معظم مراحل حياته، عانيت ما عاناه، قضيت سنوات جميلة معه رغم الأحوال الاقتصادية والظروف السيئة والضغوطات والملاحقات الكثيرة الذي تعرض لها. عرفته قبل أن أراه، وأظن أنه عرفني قبل أن يراني. غنى لنسرين قبل أن نتعرف على بعضنا بكثير، ولو غناها وغنى كل أغانيه الآن لن تفرق كثيرا. فمحمد شيخو هو محمد شيخو وسيظل. لا يزال حتى الآن رفاقه وأصدقائه يتصلون معي من كل أصقاع العالم، حتى إن هناك الكثير غير الأكراد من قوميات أخرى، وحتى إن بعضهم لا يفهم الكردية لكنهم يحبون محمد شيخو ويحبون أغانيه. تشعر بحبك والكبير لقوميتك ولبلدك ولغتك. هو أخ وأب وأرض حنونة للشعب الكردي. أعتقد لا يوجد كردي لم يسمع لمحمد شيخو ولم يعرفه كفنان، وبالتالي حتى أخواننا العرب أيضا عندما في جلسات معينة نتحدث عن محمد شيخو بيعرفونه، بيعرفوا محمد شيخو ويقدمون أغاني محمد شيخو. محمد شيخو احتك بشعراء كثر، أكثر من 34 شاعر. هناك حديث يقول أنه أغاني محمد شيخو والأشعار التي يختارها الفنان محمد شيخو تتشابه فيما بينها، وهذا كلام صحيح. لماذا تتشابه؟ لأن هناك كانت ثورة وهناك أزمة على الكرد ووجع الكرد، فكل الشعراء في ذاك الوقت كانوا يتأثرون بهذه القضية الموجودة، فقصائدهم تتشابه لأنهم يبحثون عن وضع معين، والواقع يفرض على الشاعر أن يكتب عن هذا الواقع الموجود فيه.
فالأغاني تتشابه. وأيضا كان له مجموعة كبيرة من الألحان، وبالتالي كان أحيانا يقدم بعض الكلمات الجميلة وأشعار الحلوة عن طريق ألحان موجودة سابقا. له باع طويل في اللحن، ومثل ما تفضلت أنه كان له صوتا يتأثر به كل إنسان يسمعه. وبالتالي هذا الفنان عاش حياة صعبة، وعند وفاته كما هو معروف بالأرشيف الطلاب المدارس احتجوا، لم يذهبوا إلى المدارس. طلاب المعاهد لم يذهبوا إلى معاهدهم، وشكلوا فرقا لكي يمشوا وراء جنازة محمد شيخو. وأيضا الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومن يحب محمد شيخو، أيضا كل الناس كانوا وراء محمد شيخو. الجنازة تتحدث عن عدد الموجودين، أو تتحدث عن تلك الحالة، عن هذا الرمز الكردي الذي خرج وراءه الآلاف. وفي ذاك الوقت لم يكن هناك مثل الآن تليفونات أو موبايل أو كذا. محمد شيخو ما هو معروف توفي صباحا، وفي الساعة 11 نقلوه جسمانه إلى مقبرة الهلالية القديمة. فبالتالي لو بقي محمد شيخو يوما واحدا كان امتلأت مدينة القامشلي بشخصيات وطنية ومحبة وشباب وأطفال إلى آخره. فبالتالي هذه الشخصية جديرة بأن نرفع لهم قبعتنا أنهم فنان قدموا لشعبه الكثير. في ذكراه يتوافد الشخصيات الوطنية والأحزاب والمؤسسات الكردية إلى ضريحه الموجود في حي الهلالية. في عام 1983 عاد إلى سوريا وأقام في مدينة قامشلو، وأسس فرقة موسيقية وقام بإعطاء دروس موسيقية، كما سجل آخر أعماله عام 1986. في عام 1987 فتح محل تسجيلات باسم فلك، ومن جديد تدخلت السلطات الأمنية وأغلق محله بالشمع الأحمر. ونظرا لما يحمل أغانيه ومحتويات محله الطابع القومي، أصيب بعدها بمرض أدخل على أثرها المستشفى الوطني، وتوفي في 9 من آذار عام 1989 بعد أن ترك ما يقارب 120 أغنية للشعراء الكرد، وبمشاركة شعبية واسعة لا نظير لها في مدينة القامشلي. على صدى آخر أغانيه عندما أموت أيها الأحياء لا تدفنوني مثل الجميع، كل آذار أيقظوني. وارى الثرى في مقبرة الهلالية، وترك خلفه المئات من الأغاني الوطنية والقومية. مشاهدين، الحديث عن قنديلنا لهذا اليوم يطول، لكن حاولت قدر الاستطاعة التطرق لكافة نواحي حياته بإيجاز. أتمنى أن أكون قد أوفيت ووفقت في ذلك. إلى هنا وصلت بكم لنهاية الحلقة، أترككم بأمان الله، وإلى قنديل آخر من برنامجنا قناديل على قناتي وفضائيتي روج آفا. إلى اللقاء.